العالم يتحدث مصري لنصرة أهل غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل قادة العالم في قمة السلام بمدينة السلام بشرم الشيخ. هنا أرض مصر، مدينة السلام، تلك المدينة العريقة الساحرة بجمالها تستقبل قادة العالم لقمة السلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحل السلام إلى أهالينا في غزة. هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل قادة العالم في مدينة شرم الشيخ في قمة السلام على أرض السلام ليحيا الأمل مع السلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل العديد من قادة العالم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ضيوفا بقمة السلام في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. هنا مصر تتحدث للعالم بلغة القيادة والسلام. مصر بيت العرب، بيت العروبة، مصر القيادة الدائمة، مصر بيت السلام، بيت العروبة، بيت المحبة. مرحبا بالجميع في مدينة السلام وعلى أرض السلام، والسلام للجميع. مصر تسعى دائما ليكون السلام هو لغة الحوار، والسلام هو لغة البناء، ليعيش الجميع بمحبة وسلام وديمقراطية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل العديد من قادة العالم لحضور لقمة السلام بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتلك الحرب التي استمرت قرابة العامين، 24 شهر من الحروب. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل قادة العالم لإنهاء اتفاق نهاية الحرب بمدينة غزة في فلسطين. قادة العالم تحضر جميعا في هذه القمة الطريئة والهامة. تلك هو يوم تاريخي يشهده العالم أجمع، والجميع يشيد بالدور المصري الذي لعبته من أجل عملية السلام الدائم للجميع. عاشت مصر بلدا للريادة والسلام، عاشت مصر بلدا للمحبة والاستقرار. هنا قمة الأمل وقمة السلام في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ المصرية. واستقبل على مدار اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قادة العالم من مختلف بلاد العالم لحضور قمة شرم الشيخ للسلام بمدينة السلام، اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة الذي دام قرابة العامين. هنا مدينة شرم الشيخ، تلك المدينة الساحرة بجمالها، مدينة السلام، لقمة السلام، اتفاق إنهاء الحرب في غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل جميع قادة العالم المشاركين في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. قمة السلام لاتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، قطاع غزة الذي قطاع غزة الذي استمرت فيه الحرب قرابة العامين. الرئيس يستقبل قادة العالم فور وصولهم لمقر انعقاد قمة السلام.